وما شفتش ملخص الحلقة اللي فاتت من وان بيس وتجهيزات الطاقم من أجل الرحيل من بلاد وانو، فارجع شوفه الأول. ولكن في البداية ما تنساش تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتدعي لإخواتنا وأهلنا في فلسطين، كونوا لهم عونا ولا تنسوا المقاطعة، إنها أقل القليل مما يمكننا فعله. ولا تعتادوا مشاهدة هذه الأحداث أبدا، أخبروا بها أولادكم وأحفادكم، فليعلم العالم أن هؤلاء اليهود المرتزقين ليس لهم مكانا بيننا. وبنعود مرة أخرى لعالم وان بيس، وشفنا في الحلقة اللي فاتت استعداد كل أفراد الطاقم من أجل الرحيل من بلاد وانو. لوفي اللي قاعد بياكل مع أوتاما في محل أوتسورو زي أول مرة، وبيودعها لوفي بعد ما أوفى بوعده ليها. وفرانك بيودع النجار اللي كان شغال عنده وهو بيعيط. وعند يوسف شفناه بيشتري قماش اسود وشكله كده هيصنع حاجة مهمة. وعند سانجي كان بيودع زباين المطعم بتاعه. وبعدها الكل اتجمع على السفينة من أجل الإبحار. نامي بتسأل لوفي انت متأكد انك هتمشي من غير ما تودع مومو وكينمون ولا ايه؟ بيقول لها لوفي أكيد لأ، هم جايين لهنا. وبنروح للعاصمة وبنشوف السعادة والفرحة منتشرة في كل مكان بعد انتهاء أعظم معركة شفناها في عالم الوان بيس، الليلة اللي غيرت مصير الآلاف في بلاد وانو وغيرت شكل العالم أجمع. شعب بلاد وانو الآن يعيش بداية عهد جديد، عهد وحياة جديدة طال انتظارها. الكل عرف قصة الأبطال الخارقين اللي غيروا مصير بلاد وانو كما كانت في السابق. وبنشوف مومونوسكي ومعاه كينومون وياماتو في طريقهم لميناء توكاجي من أجل اللحاق بلوفي الذي لم يودع مومو وكينومون. بتقول لهم ياماتو أنا خلاص هفضل معاكم في بلاد وان. وبيقول لها مومونوسكي انت مش هتروحي معاهم ولا ايه؟ بتقول له أنا عرفت لوفي بكده من زمان. بيسألها كينومون انت مش هتكوني ندمانة على هذا القرار؟ وكمان انت اللي قلتي أنا خدت القرار ده من فترة. بتقول له قراري كان البقاء هنا. وبتقول ان اودين لما بدأ رحلته بدأها الاول في بلاد وانو، وانا دلوقتي مش عارفة اي حاجة في هذه البلاد، علشان كده رحلتي هتبدأ هنا. ياماتو الطفلة اللي ظلت محبوسة لمدة 20 عام بتقول دلوقتي ان هي هتخطو على نفس الخطى التي صار عليها كوزوكي اودين، وبعدها هتنطلق للبحر. بيقول لها مومو الظاهر انك اتكلمت كتير مع لوفي، لماذا لم يودعني؟ ده شيء مخليني غضبان جدا، كان المفروض يتكلم معايا انا وكينمون. يا الهي، الظاهر ان مومو غضبان فعلا. بيتذكر مومو ذكرياته مع لوفي، كل المواقف اللي مروا بيها مع بعض، اللحظات الصعبة اللي عاشها مومو، ثم لقاؤه بلوفي لأول مرة. لوفي اللي غير مومو بشكل كبير، عمره ما حسسه ان هو لسه طفل ابدا، كان دايما بيعامله معاملة الرجال، ودايما كان بيعلمه القوة والشجاعة. لوفي كان هو القمر الذي أضاء حياة مومو في كل المواقف اللي شفناها. لوفي كان دائما هو الداعم والسبب الرئيسي في ثقة مومو بنفسه، كان دايما بيدعمه أكتر وأكتر. لوفي ليس مجرد حليف ساعد مومو في تحرير بلاده، وإنما كان لوفي المعلم والصديق والأخ الأكبر لمومو، علشان كده مومو زعلان بشكل مش طبيعي. بيتساءل مومو ليه لوفي رحل بدون ما يكلمني رغم علاقتنا القوية. وبيكمل مومو في طريقه علشان يوصل بسرعة، وبيقول هذه قسوة منك يا لوفي، لقد خاب ظني فيك. بنلاحظ ان رغم ان مومو متحول للتنين ولكنه مش بيطير في السماء، وده علشان ما يخليش اي حد داخل بلاد وانو يشوف تنين تاني طاير في السماء ويتذكر كايدو ويخافوا تاني، لان هم قعدوا 20 سنة يشوفوا تنين كايدو في السماء. وبيقول له كينومون انت هو شوجن بلاد وانو، ولو لوفي زعلك فلازم نجيب لك حقك، هذه هي طريقة المحاربين. وياماتو مستغربة اللي بيحصل قدامها. نرجع تاني عند ميناء توكاجي وبنشوف سفن الثلاثي، وكان خلاص ثلاثي الجيل الأسوأ رسميا بيفترقوا عن بعض. لو بيقول للوفي لو قابلنا بعض تاني هنكون أعداء، اجهز لهذا اليوم. كيد بيقول نفس الشيء ينطبق عليكم، ولوفي بيودعهم هما الاتنين وبيقول لهم خدوا بالكم من نفسكم، اشوفوا وشكم بخير. وفعلا سفينة لو وكيد بيرحلوا رسميا من ميناء توكاجي. بعدها مباشرة لوفي والطاقم بيسمعوا صوت مومو وياماتو جاي من بعيد، واخيرا وصلوا. مومو شكله غضبان جدا وبيجري على لوفي وبيقول له استنى، انت ليه بترحل من غير ما نتكلم؟ احنا قضينا وقت اكتر من الجميع سوا.
بتظهر ملامح الغضب على مومو وبيقول للوفي اسمعني كويس، هذا أمر من الشجن. ولوفي مستغرب مومو ماله، وعلى طول بتختفي ملامح الغضب من على مومو وبيبدأ بالبكاء وبيقول لهم أرجوكم لا تتركوني، سأشتاق إليكم جميعا، أريد منكم البقاء معي للأبد، لا أريد أن أودعكم. هذا هو مومو الطفل الصغير وليس الشجن، الطفل اللي عاش أسعد لحظات حياته مع لوفي والطاقم. بيقول لولاكم أنتم ما كنت لأنجو أبدا، بفضلكم استطعت أن أبتسم وأشعر بالسعادة، انتقمتم لوالدي ولوالدتي، لا توجد كلمات شكر توفيكم حقكم. وبنشوف مومو اللي عيونه بتنهمر من الدموع بشكل عاطفي جدا، بيعبر عن امتنانه للوفي والطاقم على انقاذ بلاده، ويا لها من طريقة للتعبير. بيقول للوفي أنا خايف من المستقبل، أريد منكم البقاء هنا. بيقوم لوفي يقف وبيشاور ليوسف وبيقول له يوسف أنا مستعد، وبيرمي من أعلى السفينة القماشة السوداء الكبيرة اللي اشتراها. بيقول لوفي لمومو كنا في انتظار قدومك إلى هنا لكي نعطيك هذه، انت دلوقتي شوجن بلاد وانو وحجمك بقى اكبر مننا كلنا، ولكننا عارفين انك لسه طفل احمق، انا اعتبرك اخي الصغير يا مومو. بيشوف مومو شعار قراصنة قبعة القش، بيقول له لوفي عندما تشتد عليك الصعاب تذكر مغامرتك معنا في البحر، ارفع هذا العلم فوق بلاد وانو علشان اي حد يحاول يقرب من بلاد وانو يشوف العلم كويس، ويعلمون ان من يلمس شعر من اصدقائي فكأنهم يشنون حربا على طاقمنا. يا إلهي، إمبراطور البحر لوفي يعلن رسميا أن بلاد وانو تحت حمايته. بنشوف إن الطاقم فرحانين من كلام لوفي، ومومو بيبكي زي ما هو بيكلم لوفي ياماتو وكينومون ومومو لو أردتم في يوم من الأيام تكونوا قراصنة هاجي واخدكم معايا. الآن ورسميا بترحل سفينة طاقم قبعة القش من بلاد وانو بعد قصة هي الأخطر والأروع حتى الآن في الون بيس، وسط دموع وبكاء مومو. الكل بيودع مومو وياماتو وكينومون، وبيقول مومو لكينومون أقسم أنني يوما ما سأتفوق على كوزوكي أودين. بيبتسم كينومون وبيقول له أنا جنبك لأشهد على تحقيق ذلك. نرجع تاني لسفينة الطاقم وبنشوف نامي اللي بتقول هيا نتوجه لميناء هاكو ماي، هناك الميناء الرسمي اللي هننزل السفينة منه. بيقول بوركو يوسف وتشوبر الحمد لله ان احنا مش هننزل على الشلالات تاني زي ما طلعنا منها. بتقول نامي مستحيل نجرب الشلالات تاني، وبعدين انا ملاحة شاطرة ما تخافوش. واثناء الكلام بنشوف سفينة كيد ولو جنب سفينة الطاقم، وبيقول كيد انظروا الى الجبناء لو وقبعة القش، الاتنين خايفين وعاوزين ينزلوا من الميناء، اكيد الشلالات للرجالة الاقوياء اللي زيي. وطبعا الكلام بيستفز لو ولوفي، وعلى طول الاتنين بيلغوا الطريق للميناء الامن وبيتوجهوا ناحية الشلالات اللي صعدوا منها. يا إلهي، الوقت رايحين بجنون كامل متكامل ليقفزوا من الأعلى، وبالفعل أصدقائي سفن ثلاثي الجيل الأسوأ تقفز من أعلى بلاد وانو. إنهم القراصنة الذين جلبهم الشوجن مومونوسكي للبلاد، كانوا أقوياء وذو بأس شديد حتى التنين كيدو لم يصمد أمامهم. الغيوم المظلمة التي ظلت في سماء بلاد وانو لمدة 20 عام بمجرد وصول هؤلاء قد اختفت تماما. هذه قصة المحاربون الذين استعادوا مجدهم بعد 20 عام. ورسميا أصدقائي نصل هنا إلى نهاية رحلتنا داخل بلاد وانو، رحلة هي الأعظم بالنسبة لي في عالم الإنمي. مغامرة طاقم قبعة القش انتهت داخل بلاد وانو، ولكن لسه قدامنا مغامرات كتيرة جدا وكلها هنعيشها مع بعض إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ولو انت وصلت لحد هنا فأنا أحب أشكرك من كل قلبي. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وسلام.